السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا الكرام أينما كنتم في برنامجكم قوارير في قناة السلام الفضائية، وفي عدد جديد وحلقة جديدة معكم بإذن الله. سوف نتحدث هذه المرة عن موضوع تأهيل ما قبل الزواج. هذا الموضوع مهم جدا. الكثير مع الأسف الشديد لا يعلم أن هذه البرامج موجودة في مجتمعاتنا وفي أوطاننا، ولكن سنسلط الضوء عنها، ماهيتها، مدى أهميتها وحتميتها وفي وجوبها في أسرة الزواج وأسرة وبناء المجتمع، مع الأستاذة الأخصائية في شؤون الأسرة والتربية الأستاذة حليمة رمضان. ولكن بعد هذا الفاصل القصير فابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا أينما كنتم. سوف نتحدث اليوم أيضا كما أخبرتكم قبل الفاصل عن التأهيل ما قبل الزواج مع الأستاذة الأخصائية في الأسرة والتربية الأستاذة حليمة رمضان. مرحبا بك بيننا أستاذة حليمة. أهلا وسهلا بكم، جزاكم الله خيرا وحياك الله أختي نورة مرة أخرى، وشكرا على الاستضافة. أستاذة حليمة، مع الأسف الكثير من الزيجات تباء بالفشل، لماذا؟ أولا أبدأ وأصلي وسلم على رسول الله، وأقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إن كنا لا نقصد وجهك فإنا نستغفرك ونقصد وجهك، اللهم إن كنت لا أقصد وجهك فإني أستغفرك وأقصد وجهك. أختي العزيزة، جزاك الله خير أولا على البداية، ولكن لا نريد أن نكون سوداويين أو نعطي صورة بأن معظم زيجاتنا تبوء بالفشل، ولكن كما ذكرتي هو واقع وحقيقة تمر بها كثير من الأسر، وهي المشكلات التي قد تصل إلى حد الطلاق. برنامج التأهيل لما قبل الزواج طبعا هو لمعالجة هذه المشكلات. وأعود إلى سؤالك أختي العزيزة، الأسباب التي تؤدي إلى فشل هذه الزيجات. هناك طبعا الأسباب كثيرة متعددة ومتشعبة ومتشابكة. فهناك لأنه يعني كل أسرة لها كيان مختلف، فلذلك فالأسباب قد تختلف حسب البيئة وحسب الثقافة وحسب التنشئة وأسلوب التربية، حسب أيضا الشخصية الأشخاص، أو حسب طرق تفكيرهم وأساليب تفكيرهم. أيضا قد تكون لها علاقة بأسباب، قد تكون أسباب مادية، قد تكون أسباب صحية ونفسية، فهناك أسباب كثيرة ومتعددة. ولكن هناك ثوابت أنا أرى أن لابد أن نتفق عليها قبل الخوض في مسألة التأهيل لما قبل الزواج، أو حتى في مسائل أو مشكلة الطلاق ومشكلاته. هذه الثوابت أنا ألخصها في 4 نقاط. النقطة الأولى واللي هي أراها أنها ضرورة مهمة جدا، وهي مفهوم أن لابد أن نستوعبه أو نعيه، وهو أن الأسرة نظام. الزواج أو الزواج ليس زوج وزوجة فقط، وإنما هو نظام متكامل يشتمل على الزوج والزوجة والأبناء والإخوة والأخوات، وحتى قد يعني يصل إلى حد الأحفاد. وهذا النظام طبعا قد يتأثر بنظم أخرى غيره، كنظام القرابي، كنظام العلاقات الاجتماعية والأصدقاء والمسجد وما إلى ذلك. ومن الثوابت أيضا التي لابد أن نتفق عليها هي أن الزواج هو من أقوى ومن أقدم ومن أدوم العلاقات الاجتماعية. أقوى العلاقات كيف ذلك؟ طبعا العلاقة بين الزوج والزوجة، يعني ما يحصل أي تأثير للزوج من ضغوط قد يؤثر على الزوجة، والعكس صحيح. وكيف تكون هي أدوم؟ طبعا العلاقة الزوجية هي من أدوم العلاقات، حتى وإن انتهت بالطلاق قد يكون تأثير هذه العلاقة موجود. فالزواج هو علاقة كما ذكرت، هي علاقة دائمة قد تنتهي بانتهاء بموت أحد الزوجين، ولكن حتى بموت أحد الزوجين أيضا هي علاقة دائمة قد يكون تأثير هذه العلاقة على هذا الزواج حتى في حالة وفاة أحد الزوجين. ومن الثوابت أيضا المهمة التي أيضا لابد أن نأخذها بعين الاعتبار هو النظام القرابي وتأثيره على الأسرة. الزوجة هي لديها أم وأب وأب وإخوة وأخوات قد يؤثروا على هذه العلاقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حتى وإن وضعنا حدود، وحتى وإن وضعنا يعني بعض المسافات. وكذلك الزوج، فالنظام القرابي له تأثير.
وأهم نقطة وأهم يعني ثابت من الثوابت التي نراها هي أن تأثير العامل النفسي والاجتماعي على العلاقة الزوجية. العامل الزوجي، العامل عفوا الاجتماعي والنفسي أو النفس اجتماعي أو السايكوسوشيال كما يقال أو كما يعني يعبر عنه علماء العلوم الإنسانية والاجتماعية والنفسية. فالعامل النفسي والاجتماعي له تأثير قوي وتأثير واضح على العلاقة الزوجية. أعطي مثال سريع هكذا. أنا أذكر قبل سنوات سمعته من هذا المثال تحدث عنه الشيخ الدكتور جاسم المطوع عندما كان يتحدث عن سقوط طائرة. ذكر أن هناك طائرة سقطت بدون أن يكون هناك إشكاليات كبيرة في النواحي التقنية للطائرة، وبعد البحث وبعد التدقيق ظهر أن القبطان الطائرة أو الكابتن أو القائد كان يمر بمشاكل زوجية وبضغوط نفسية أثرت أيضا على حدة تركيزه، وبالتالي أدت إلى سقوط الطائرة. فالعلاقة الزوجية أو الضغوط التي تحدث في العلاقة الزوجية لا تؤثر فقط على الزوجة أو على الزوج، قد تؤثر على الأبناء، على نموهم، على تفكيرهم، على تحصيلهم الدراسي، على الأداء الوظيفي للزوج والزوجة. فهذه الأمور لابد أن نتفق عليها. ولكن للأسف الشديد ما مدى وعي المقبلين على الزواج من الشباب؟ إذا سلمنا بأن معظم الذين المقدمين على الزواج 70% منهم من فئة الشباب، فإلى أي مدى يدرك هؤلاء الشباب أو يعي هذه الثوابت؟ صحيح. وإن شاء الله نتحدث عنها بإذن الله في النقاط القادمة. ومن خضم هذه المشاكل والطلاق الذي كثر مؤخرا أتى نظام أو برنامج معين للحد من هذه الظاهرة، وهو برنامج تأهيل ما قبل الزواج. ما هي هذا البرنامج إذا ممكن تخبرين عنه؟ طيب، هذا البرنامج أنا أستطيع أن أقول أنه استراتيجية أو خطة مستقبلية حتى نبني بها الأسرة، أو حتى نستطيع أن ندخل على نظام الأسرة ونحن المزودين بالمهارات الضرورية التي تساعدنا في مواجهة المشاكل، على فهم الآخر، على التواصل، على كل هذه الأمور. فالبرنامج هذا، وهي برامج كثيرة ويعني ومتعددة في معظم دول العالم، وبمسميات كثيرة ومسميات عديدة، كبداية صح أو ستارت رايت، سمارت ستارت، يعني البداية الصحيحة، البداية الذكية. هناك كثير من البرامج. بصفة عامة هذا البرنامج يعتبر عبارة عن دورات تدريبية، وغالبا ما يأخذ إلى 2 إلى 4 أيام. وهذا البرامج لها يعني حسب ما الأغلبية يعني أنها تطبق أو تتطرق إلى 4 نواحي أساسية في وقد نسميها أيضا حياتية، يعني أساليب حياتية، ولكنها تتميز أنها تركز على 4 أبعاد. البعد الأول هو البعد النفسي والاجتماعي كما تطرقت إليه، لأن البعد النفسي والاجتماعي من أهم العوامل التي تؤثر كما ذكرنا على العلاقة الزوجية. فعندما نتحدث عن البعد النفسي يدرب فيه المتدربون أو أنهم يتعلموا مهارات فهم الذات، فهم الآخر، أنماط الشخصيات، أنماط التفكير، كيف يفكر الرجل، كيف تفكر المرأة، كيف يشعر الرجل، كيف يشعر المرأة، كل الأمور التي تتعلق بالنواحي الشخصية والسلوكية، وأيضا من الناحية الاجتماعية أيضا. وتركز تركيز كبير على المهارات التواصل، لأن التواصل من أهم الأعمدة التي يعني تعتمد عليها العلاقة الزوجية، كيفية التواصل. فهذه الأشياء التي يركز عليها المدربين من الناحية الاجتماعية. وأضف إلى ذلك أيضا كثير من الأمور التي لديها يعني إضافة إلى ذلك هناك بعض النقاط التي تتكلم عن المهارات الحياتية، كالتغلب على الضغوط، على مواجهة المشكلة، كيف يعني تتحكم على المشكلات، كيف تتحكم على الغضب مثلا. كل هذه الأمور، هذه الناحية الاجتماعية والنفسية. أيضا هناك بعد آخر وهو البعد الديني، وهذا طبعا بعد مهم وضروري جدا، وغالبا من يقوم طبعا هذه الأبعاد كل بعد يقدمه متخصص في نفس المجال. عندما نأتي على البعد الديني، غالبا ما يقدمه علماء الدين، أقصد بهم المشايخ ومن لديهم رخصة في التزويج.
أو على الأقل هذا ما نقوم به هنا. فالشيخ أو العالم يقدم كل الأمور التي تتعلق من النواحي الشرعية في العلاقة الزوجية كالحقوق والواجبات. إذا لا قدر الله كان هناك نوع من النزاعات كيف تحل هذه النزاعات من الناحية الشرعية. وأيضا هناك جزء يتعلق بالناحية المادية والناحية أو الأمور المالية والقانونية. هذه تقدم عن طريق غالبا ما يكون استشار أو مستشار مالي أو مستشار قانوني، لأنه طبعا نحن نعرف دائما أن المقبلين على الزواج في بداية الحياة الزوجية تكون هناك النرجسية والعلاقة الحميمية والعلاقة العاطفية تغلب على في ناحية الزواج، ولكن يأتي الاصطدام عندما تأتي مواجهة الحياة الواقعية، عندما تظهر هناك المشاكل أو الضغوطات المالية، عندما يحصل أمور عدم التحكم مثلا في ميزانية الأسرة. فكل هذه الأمور أيضا يتعلمها المتدربين في هذه الدورة، في هذا القسم من الدورة. الناحية الأخيرة أو البعد الأخير هو البعد الصحي والطبي، أيضا هذا مهم جدا لابد أن ندرك. نعم أختي. نعم. أيضا هل هناك يعني ضرورة حتمية للفردين من أجل أن يتزوجا مثلا، لماذا عليهم أن يذهبوا إلى هذا برنامج تأهيل ما قبل الزواج؟ هو من ناحية الضرورة هناك ضرورة، أولا ضرورة شخصية أنه كل شخص يفهم ويقدر ويستطيع أن يتحاور ويتفاهم مع الزوج، لو كانت الزوجة كيف تتفاهم مع زوجها أو العكس صحيح. ولكن عندما نتحدث عن الحتمية كناحية قانونية، طبعا هي ليست مطبقة في كثير من أنحاء العالم، وإنما هناك سنتحدث إن شاء الله في البعد الآخر أن هناك بعض الدول التي أقرت هذا البرنامج كنظام أو كقانون، وهناك بعض الدول التي ما زالت في الطريق لفرضه كحتمية أو كضرورة للتقدم للزواج. نعم. أيضا ما هي أهم النقاط التي يجب التركيز عليها من طرف المتدربين في هذا البرنامج؟ والله أنا أرى أنه لا يوجد يعني جزء أقوى من جزء أهم من جزء، ولكن عندما نرى التأثيرات نرى فعلا أن الناحية النفسية والاجتماعية وأيضا الناحية القانونية هي من أكثر النواحي أو الجوانب التي لابد من التطرق، لابد من التعرف عليها، أو يكون لدينا نوع من الوعي في هذه الناحية. لأنه كما ذكرت أن هناك كثير من الأزواج وخاصة فئة الشباب ليس لديهم تلك الحصانة، سواء من الناحية النفسية أو الناحية الاجتماعية أو حتى من الناحية الوعي المالي والوعي القانوني. فأرى أن هذه من أهم الأمور التي لا بد التركيز عليها. أما الناحية الدينية، لأننا كشعب مسلم عادة يعني لدينا ذلك الوعي سواء من الحقوق أو الواجبات، وهذا عادة ما تعلمه الأم لابنتها أو الأب لابنه. فهذه الأمور يعني بالفطرة وبالسجية نحن لدينا بعض الأساسيات في هذه الناحية. أما النواحي الأخرى الحياتية والسلوكية هي التي أرى فعلا أننا نحتاج إلى التركيز عليها. شكرا لك أستاذة حليمة رمضان، شكرا لكم أيضا مشاهدينا، ولكننا سوف نعود لكم بعد الفاصل القصير لنكمل حديثنا عن البرنامج تأهيل ما قبل الزواج. ابقوا معنا لا تبتعدوا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام أينما كنتم. عدنا معكم بعد الفاصل في برنامج قوارير من قناة السلام الفضائية. كنا نتحدث عن برنامج تأهيل ما قبل الزواج مع الأستاذة حليمة رمضان، أستاذة استشارية وأخصائية في العلاقات الأسرية والتربوية. مرحبا بك مجددا أستاذة حليمة. أهلا وسهلا. أستاذة حليمة، ما هذا البرنامج؟ ما هو الآثار المترتبة عليه والفوائد التي يمكن أن نراها منعكسة على المجتمع وعلى الأفراد؟ طيب،
أولا أنا لا أريد أن أكون مسوقة لهذا البرنامج، لأني أنا من مؤيدي هذا البرنامج ومطبقيني، ولا أريد أن أكون متحيزة لهذا البرنامج، ولكن لأني أرى ضرورة فعلا هذا البرنامج وكيف كانت ثماره على الكثير من الحالات الزوجية. فأنا أرى أن مثل هذه البرامج من البرامج الناجحة التي ساعدت كثير من المقبلين على الزواج على فهم الآخر وعلى الوعي أو حتى الإدراك الأكثر بأن الزواج ليس مجرد عاطفة، الزواج ليس مجرد مشاعر، لا، الزواج فيه أمور أكبر بكثير من هذه. نعم العاطفة ضرورية، نعم المشاعر ضرورية، ولكن أضف إلى كل هذا الأمور الحياتية اليومية. أرى أنها فعلا من الأشياء التي ساعدت كثير من المقبلين على الزواج على الفهم وعلى الوعي وعلى أنهم يدخلوا على يعني على الحياة الزوجية وهم لديهم المتزودين بالأدوات التي تساعدهم على الحياة بصفة عامة. هل البرنامج يساهم في معرفة شريك الحياة؟ هل هو الشخص المناسب أم لا؟ قد أخطئ إذا أقول لا، وقد أخطئ إذا قلت نعم، ولكن كما ذكرت هذا البرنامج هو نوع من البرامج التوعوية، هي البرامج التي تساعد الأشخاص على الإدراك أو فهم الآخر وفهم الذات طبعا أولا، ثم بعد ذلك فهم الآخر. نعم هناك كثير من فعلا هذه البرامج تساعد على فهم الآخر، تساعد على التواصل. بأبسط شيء نحن عندما ندرك أو عندما يتعلم المتدرب أنه كيف تفكر المرأة، وعندما تتعلم أو تتدرب أو تفهم المتدربة أن كيف تتعامل مع الرجل أو كيف تفهم شخصية الرجل أو تفكير الرجل، ستساهم بأبسط ستسهل أو ستقطع علينا الطريق في التواصل. يعني أعطيك مثال بسيط، أنا قبل سنوات جاءتني يعني حضر الزوجين بعد سنوات من الزواج ولديهم المشكلة عدم التفاهم. يعني الآن عندما أسأل الزوجة تقول هو شخص متقي الله، هو شخص متدين، هو شخص يعني لا أرى فيه أي مشكلة، لا توجد لديه العيوب التي لتضطرني إلى الانفصال عنه، ليس بخيلا، ليس خائنا، ليس كاذبا، إنسان يتقي الله. وعندما تسألي الزوج نفس الشيء يقول والله هي يعني متقية الله، تعرف حقوقها كل شيء. إذن أين الإشكالية؟ نحن يعني في مجال العلاج الأسري لدينا ما يسميه بالجينوغرام أو الخريطة العائلية. الآن فعندما سألت الزوج عن مرتبة كم عدد إخوتي ومرتبة الأسرية، قال أنا أكبر إخوتي، إخوة صبية، إخوة أبناء كلهم أولاد. والمرأة سألت الزوجة أنت ما هو مكانك بين الأسرة؟ قالت والله أنا الأخت الوسطى بين أبناء وأولاد وبنات. فالآن الرجل أو الزوج بالصلاحية التي أعطيت له في الأسرة فهو قائد الأسرة، هو قائد أكبر إخوته، يلجأ إليه في الاستشارات، في المساعدات، يساعد إخوانه، وكان هو الآمر الناهي في الأسرة بعد وفاة الزوج، وفاة الأب. أما الزوجة فهي بطبيعة الوصف للابنة الوسطى عادة ما تكون لديها نوع من الاستقلالية، فالآن هي تحل مشاكلها بنفسها، تستطيع أن تتخطى أمور كثيرة بدون العودة أو الاستشارة لأحد بحكم مرتبتها في الأسرة. فالإشكالية وقعت أين؟ الإشكالية وقعت عندما المرأة ترى أن هذا الزوج متسلط متحكم يفرض رأيه، والزوج يرى أن هذه المرأة ما يسميها بالمرأة الاستقلالية العنيدة التي لا تستمع إلى الكلام. فالآن هذه البرامج توعي هذه الأشخاص، توعي الأفراد أو توعي الأزواج أو المقبلين على الزواج أنك إذا فهمت كيف تفكر المرأة، وإذا فهمت المرأة كيف يفكر الرجل، إذا تدربت أو تعلمت أن التنشئة والتربية والمكانة الأسرية كل هذه الأمور لها تأثير على العلاقة الزوجية، فبالتالي فعلا أستطيع أن أجيبك بنعم أن هذه البرامج التدريبية تساعد كثيرا على فهم الشريك أو على أيضا اختيار الشريك. ومتى ظهر لأول مرة هذا المصطلح، مصطلح تأهيل ما قبل الزواج؟
هو طبعا كيف ظهر من ناحية أنه برنامج مقنن، قد أقول أنه ظهر في الستينيات أو خمسينيات أو سبعينات هذا القرن المنصرم بسبب الحروب، كان نتيجة ما ظهر بعد الحرب العالمية وبسبب الضغوط والمشاكل التي حصلت في الأسرة. ولكن نحن كمسلمين نحن لدينا إرث قبل هذه العقود، وهي ما علمنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت هناك وكيف كان صلى الله عليه وسلم قدوتنا. ونحن نعلم كثير من الأحاديث التي وردت في اختيار الزوج واختيار الزوجة، والأحاديث المشهورة تنكح المرأة لأربع، ومن أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فنحن لدينا الأساسيات في سواء في الاختيار أو في اختيار الشريك أو في فهم. ولكن للأسف الشديد التعقيدات التي حدثت في الحياة وفي نمط الحياة وفي أساليب الحياة اضطرتنا إلى أن نقوم القيام ببرامج مقننة. لماذا؟ لأنه كما ذكرت بسبب الحروب، بسبب الهجرة، بسبب كثير من الأمور الاجتماعية التي سببت مشاكل أسرية، سواء طلاق، سواء نزاعات، انفصال، عنف أسري. كل هذه الأمور سببت أننا أو دعت إلى ضرورة وجود مثل هذه البرامج. فالآن هذه البرامج طبعا في أوروبا وفي أمريكا ظهرت منذ أكثر من 60 و70 عاما. أما في مجتمعاتنا فأستطيع أن أقول أنه برامج حديثة أو مستحدثة ظهرت في الآونة الأخيرة. ولكن أعطي مثال على التجربة الماليزية، والتي الكل لا يختلف على أنها كانت هي أفضل تجربة في الدول الإسلامية من ناحية التأهيل لما قبل الزواج. ففي ماليزيا وحتى في أندونيسيا وفي سنغافورة في عام 2003 حسب ما أذكر، عندما لاحظت وزارة الشؤون الاجتماعية والمرأة والأسرة في ماليزيا أنه انتشر الطلاق بصورة كبيرة، فقاموا باقتباس نفس الفكرة التأهيل ما قبل الزواج من التجربة الأوروبية والتجربة الأمريكية، ولكن طبعا بمنظور إسلامي وبتطبيقات إسلامية. قاموا بهذه البرامج كبرنامج تجريبي، وكان هذا البرنامج التجريبي مدته 5 سنوات ثم أضيف إليه 5 سنوات أخرى، فكانت مدة البرنامج 10 سنوات كانت تجريبية، وكان برنامج اختياري للأزواج. من يريد الزواج أن يتقدم ويحضر هذه الدورة، وكانت أعتقد في ماليزيا 2 يوم. فتقدم كثير من في ال5 سنوات الأولى كما ذكرت لم يكن مشهور، ولكن بعد ال5 سنوات الأولى انتشرت أكثر هذه البرامج، وأصبحت حتى ليست في المدن الكبرى، أيضا في المدن الصغيرة وفي القرى انتشر هذا البرنامج، لدرجة أنه في عام 2013 عندما أجري التقييم لهذا البرنامج وجدوا أن نسب الطلاق انخفضت بنسبة واضحة. لذلك في عام 2015 حسب ما أذكر أصبح برنامج تأهيل ما قبل الزواج إجباريا في دولة ماليزيا. وأنا الحمد لله أتيحت لي الفرصة أن أسافر وأن أقابل المختصين وأحد هؤلاء القائمين على هذا البرنامج، وفعلا رأيت نسب الطلاق وكيف أنها انخفضت بسبب هذه البرامج، وهو برنامج مطبق إلى الآن. أما في دولنا في الدول الأخرى والدول العربية لا أعتقد أنه بذلك الانتشار، أو على الأقل ليس بصورة إجبارية حسب حد علمي وإلى أي مدى مجتمعاتنا لديها وعي كافي بهذا برنامج تأهيل ما قبل الزواج؟ نعم، أنا أعتقد مسألة الوعي للأسف الشديد هي لديها قصور، سواء نحن الأخصائيين الاجتماعيين أو المسؤولية الأسرة، وأيضا الدول طبعا يقوم عليها عاتق كبير. لكن بإجابة لسؤالك بصفة عامة، أنا لا أرى أن هناك وعي كامل، لا يوجد وعي، ما زال هناك حتى في وسط وفي أوساط المتعلمين للأسف الشديد لا يوجد وعي بهذا، أو على الأقل بضرورة بهذا البرامج. قد يكونوا مدركين وقد يكون لديهم علم بهذه البرامج، ولكن للأسف الشديد التطبيق ما زال نسبة ضعيفة. وإلى أي سبب يرجع عدم مثلا تقبل أو وعي وانتشار هذا البرنامج في مجتمعاتنا؟ نعم،
والله أنا أرى أولًا من أحدى الأسباب هي أولًا كما ذكرت إنه لا يوجد توعية كبيرة بهذا البرنامج بأهمية وضرورة الالتحاق بمثل هذه البرامج. لا توجد توعية، لا يوجد وعي بين الناس، وللأسف الشديد أن من يقوم بتطبيق هذه البرامج في غالبية الحالات هو القطاع الخاص. يعني أغلب من يقدم هذه البرامج هم مدربين في القطاع الخاص وليس في القطاع العام. لذلك هناك أسباب أحيانا تكون مادية، لا يستطيع المقبلين على الزواج بالالتحاق بمثل هذه البرامج، وخاصة أن بعض هذه البرامج للأسف الشديد لها أسعارها يعني باهظة وأسعار مرتفعة، قد لا يستطيع المقبلين على الزواج أن يتقدموا إلى مثل هذه البرامج. فأنا أرى أنه من أهم الأسباب لعدم الانتشار هذه أو عدم المعرفة أو عدم الوعي هو بأن عدم تبني الدول مثل هذه البرامج. نحن نعرف أن الأسرة هي نواة المجتمع، فالمسؤول الأول عن الأسرة وعن المجتمع من المفترض أن تكون الدولة. فهذه البرامج من المفترض أن تكون برامج متاحة للجميع ومجانية حتى يستطيع الجميع الالتحاق بمثل هذه البرامج. ولكن إذا كانت مقابل مادي، أولا ربما قد يستهين بها البعض، وأيضا كما ذكرت أنه قد لا يستطيع بعض المقبلين على الزواج أن يتقدموا إلى مثل هذه البرامج بسبب الأسعار. وفي رأيك أستاذة حليمة في الختام، هل يجب أن يطبق هذا البرنامج قانونيا مثل ما يحدث في بعض الدول الأجنبية، ومثلا ماليزيا نموذجا يصبح الأمر مقنن في مجتمعاتنا لكي يدخل الجميع إليه؟ والله في نظري نعم، من الضروري جدا أن يكون هذه البرامج أن تكون قانونيا. يعني نحن الآن مثلا هنا هو بصفة عامة معظم هذه البرامج أخذت الطابع الديني. فالآن هنا مثلا في مؤسسات الكنائسية الآن هذه إجبارية، ليست في الدولة ولكن عن طريق الكنيسة. الآن إذا أراد أحد الزوجين أو إذا أراد الزوجين أن يتقدموا للزواج وأن يحصلوا على عقد الزواج من الكنيسة، فلا بد أنهم مجبرين أن يقوموا بحضور هذه الدورات. وكذلك نحن نحاول بقدر المستطاع أن نوعي الجالية الإسلامية هنا بأن يتقدموا لمثل هذه البرامج إذا أرادوا، بحيث يستطيعوا أن يحصلوا على عقد الزواج الشرعي، ولكنه إلى الآن ليس فرضا، ليس إجباريا، ولكننا نحاول أن نشجع المتدربين أو نشجع المقبلين على الزواج أن يقوموا بهذا، أن يلتحقوا بهذه البرامج. فإذا الالتحاق بهذه البرامج أنا أرى أنها ضرورة حتمية. لذلك إذا كانت مقننة وكانت إجبارية فأعتقد أنها ستنقذ كثير من الأسر من مشاكل كثيرة قد يقعوا فيها. وأنا أيضا أنصح ليس فقط المقبلين على الزواج، حتى من هم في دائرة الزواج، حتى من له 10 سنوات زواج أو 5 سنوات زواج، أن يلتحقوا بمثل هذه البرامج، لأنها برامج تطويرية توعينا دائما وتحاول أن تحافظ على علاقاتنا، أو أن على الأقل أن نحمي أسرنا ونحمي الأزواج من الوقوع في كثير من المشكلات الزوجية. شكرا لك أستاذة حليمة رمضان، أخصائية واستشارية أسرية وتربوية. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام. وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قوارير في قناة السلام الفضائية. دمتم بخير والسلام عليكم.